الشعب السعودي اليوم صحيت الفجر، الواحد يروح يصحى يصلي يذكر الله يصلي على النبي، صحيت على طول ادخل على برنامج اكس، شوف واحد اعلامي مصري ناصر او اسمه احمد او ما يقول، ثم يتكلم على الشعب السعودي بكلام لا يمكن ان يخرجه فاه احد الناس الذين لا ينتمون لهذا الدين الاسلامي عوضا عن ان يكون عربي. المهم ظل يقذف شعبا باكمله ويتكلم عليهم باقذر الالفاظ. وعلى هذا أقول له: إن كنا إلى القضية الفلسطينية فلا يوجد أحد في الدنيا ولا يوجد شعب دعم القضية الفلسطينية بالأموال، والأرصدة موجودة والتبرعات موجودة أكثر من هذا الشعب، ولا يمكن أن ننكر فضل أحد، ولا يمكن أن ننكر فضل وقوف جميع أبناء الشعوب العربية مع هذه القضية بالذات. فأهل فلسطين هم أهلنا، ولا يمكن لأحد المزايدة علينا، ولا يمكننا بأن نتاجر بهذه القضية أو أن نكون تجارا في سبيل جني المزيد من الأموال لصالح أرصدتنا الشخصية. إن قدموا شيء فهم يقدموه إلى الله سبحانه وتعالى، هو من الله وإلى الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والشيء الآخر، هذه البلد وهذا الشعب نفسه سنويا ينشر ما يعادل أو ما يقارب أكثر من 1,000,000 مصحف إلى مستوى العالم كله. هذا الشعب نفسه هم أحفاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحفاد عمر وأبا بكر وسعد وزيد والقعقاع وعمرو بن ود، وكل هؤلاء هم أحفادهم. هؤلاء نحن كيمنيون، نحن وهم منذ الأزل، منذ معارك الإسلام الأولى، ونحن وهم في خندق واحد، ولا نرى هم إلا منا ولا نرى أنفسنا إلا منهم. سخيف هذا الأمر، أنت تتكلم عن هذا الشعب العظيم بهذه الطريقة. والله كثيرة عليه حتى أن نتكلم ونحن نمشي، لا تستحق التوقف حتى قليلا، أن يتوقف المرء ثم يرد عليه كثيرة عليك.